جيرسي، راكبين من نيو جيرسي. في طيارات اهي. رحت نيويورك ونيو جيرسي وانا من كاليفورنيا. نيويورك زحمه جدا 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 وغاليه جدا جدا جدا. يعني لتر البنزين شفته النهارده ب $6. في نيو جيرسي ب2 وشويه، 2 تقريبا 85 سنت. عندنا في كاليفورنيا غاليه. بص بيتراوح ما بين 4 ل 7 على حسب نوع البنزين اللي بتحطه. ارخص نوع ب 3.89 سنت. البنزين طالع نازل شويه، يعني اعلى شويه ما فيش اقل من كده، بس في بيعلى وبينزل وكده. الاسعار غاليه جدا في كاليفورنيا، كله غالي دلوقتي، الاسعار غاليه جدا. بس نيويورك الحياه غاليه جدا، السكن غالي جدا، زحمه جدا، مفيش وسائل ترفيهيه كتيره. يعني مفيش غير بس اللي هي تايم سكوير بس، زائد الحراميه بقى كتير قوي. بس الميزه في نيويورك ان انت تقدر تتحرك بمواصلات، يعني لا يشترط وجود عربيه، يعني تركب باص تتنقل بسرعه جدا، الموضوع سهل يعني. نيو جيرسي اماكن في اماكن راقيه شويه معقوله، في اماكن سيئه جدا فيها سود وحراميه وقصه كبيره جدا. ما حبيتش البلدين، يعني ما حبيتش نيويورك وما حبيتش نيو جيرسي خالص. كاليفورنيا راقيه قوي، يعني فيها رقي كده، شوارع نظيفه، الناس نظيفه، اماكن نظيفه. حتى اسوأ منطقه هناك مثلا راقيه، يعني اسوأ منطقه راقيه جدا. دي حاجه انا لاحظتها بس النهارده. زائد ان الجو برد جدا في نيويورك ونيو جيرسي، وقالوا لنا يعني احنا تقريبا في شهر 10. فبتكتك من البرد، بيقولوا لي انت لسه شفتي حاجه؟ ده كده الجو صيف وجميل وربيع. الجو برد جدا، فما بالك شهر 12 بقى و1 و2، فالدنيا بتبقى صعبه قوي. هنا بيقول لي قطع ثلج بتنزل من السماء عادي. عندنا في كاليفورنيا مش كده، في شتاء صيف محتمل، بس برضه بيبقى فيه شويه برد شويه حر زياده، بس ما بتطولش العمليه. ده اختلافات بين الثلاثه الولايات اللي انا زرتهم لحد دلوقتي. ان شاء الله الفتره الجايه في مزيد من الزيارات. صباح الورد. مساء الفل عليكم يا مصريين في كل العالم. من نيويورك الجو برد جدا، وده من اهم الكباري اللي موجوده في نيويورك، اسمه فرايزانو بريدج، وبيربط بين ستاتن ايلاند وبروكلين. ده من اهم الكباري اللي هنا موجوده في نيويورك. مساء الفل. صباح الفل. رحله سريعه بقى لنيويورك، يومين بس شغل ومهرجان جامد جدا. صباح الفل. صباح We're الفل. excited for our new travel options, Go Big and Go Comfy, which include extra room, complimentary snacks and drinks, priority boarding and bags. To learn more about our more flight travel options, طيارة بتحمل وطلع. and join the يلا يا Spirit اسطى. Wi-Fi network. Wi-Fi purchase is not required. نيو جيرسي الجو، مطار نيو جيرسي برد جدا. اللي يعيش في كاليفورنيا صعب يعيش في اي مكان تاني، عشان كده في ناس كتيرة بتهاجر، بتقرر تروح اي ولاية تانية، بس بترجع مرة تانية كاليفورنيا رغم المصاريف اللي بتكون صرفتها يعني. نيو جيرسي معقولة، بس احنا عندنا احلى. وتعالى عندنا بقى كاليفورنيا. صباح الفل. نيو جيرسي بقى بوليس على طول، سامعين؟ نيو جيرسي بوليس على طول. بصوا، يعني انا حاساها طبعا حبايبنا اللي عايشين في نيو جيرسي، حاساها اتس نوت سيف، يعني مش الامان قوي بامانه. يعني في مناطق هنا مليانه سود، صعبه، مناطق صعبه جدا. ما حبيتهاش، يعني ما حبيتش نيو جيرسي، وما حبيتش، او لو مليانه هوملس، ما حبيتش نيو جيرسي ولا نيويورك على الاطلاق. فالجو النهارده صحينا الصبح نيو جيرسي ونيويورك في ضباب، دخان،
شبيه كده بريحة الحرايق بتاعت المخيمات. ناس بتشتكي وقالوا ده خطر، يعني الدخان ده خطر على اهو. في ايه يا جماعة؟ والله ما عملت حاجة. بصوا نيو جيرسي قلب الدنيا. عايزة اقول لكم ان يعني كان الضباب من مطار لاغوريا وطبقة فوق مانهاتن دي حتة مميزة جدا هنا في نيويورك، بتربط بين نيويورك ونيو جيرسي. والجو كان غير صحي على الإطلاق، وتم غلق جزء من الطريق السريع اللي يعني كإجراءات احترازية علشان الجو غير صحي على الإطلاق. اشكروا ربنا اللي عايشين في كاليفورنيا، ها اشكروا ربنا قوي، ها اوعى حد يجي هنا. صباح الفل. انا عايزه اقول لكم ان نيويورك تلج جدا، و لا احنا في نعمه في كاليفورنيا، الجو خطير عندنا. اللي عايز يجي من مصر على اي حاجه يجي كاليفورنيا. نيويورك وحشه جدا، نيو جيرسي زيها، الدنيا تلج حقيقي، والساعه لسه يعني داخله على 10 بالليل. وحشه قوي، ولايه وحشه. احنا ولايتنا حلوه قوي. انا عايزه اقول لكم ان نيويورك تلج جدا، و لا احنا في نعمه في كاليفورنيا، الجو خطير عندنا. اللي عايز يجي من مصر على اي حاجه يجي كاليفورنيا. نيويورك وحشه جدا، نيو جيرسي زيها، الدنيا تلج حقيقي، والساعه لسه يعني داخله على 10 بالليل. وحشه قوي، ولايه وحشه. احنا ولايتنا حلوه قوي.